عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. يا حلاوة العيد ويا حلاوة بسكوت العيد. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بسكوت الزبدة. هنعمله بكيس الحلواني. حط اللايك وتعالى اقولك على اسراره. اول حاجة كده معايا نص كيلو من الزبدة كريستال او اي نوع انت تفضليه، ومعايا كوباية سكر ضرباها في قلب المطحنة بتاعة الخلاط وصفتها كده بالمصفى بتاعة اليانسون، نخلتها وحطيتها في الكوب المعياري. الكوب ده يا جماعة 250 جرام، يعني ربع كيلو. ضربت بقى الزبدة، طلعتها من التلاجة، ضربتها بالمضرب وعليها كوباية السكر. ههدي هنا السرعة علشان ما يبهدليش الدنيا. خلاص كده بدأنا نضرب بقى لحد ما الزبدة معاكي تتضاعف وكمان شكلها يفتح ويبقى لونها ابيض. هتجيبي بقى الجوانب دي عشان احنا كده بهدلنا الطبقة خالص، ونضرب بقى بالمضرب لحد ما القوام معاكي يبقى كريمي كده وتبقى عاملة زي الكريم شانتيه. نضرب كده بقى، نجيب نعمل بالمضرب مع السكر، يعني الزبدة مع السكر دي اول حاجة هنبتدي فيها. ولازم تكون معاكي الزبدة ساقعة، مش جامدة، لا ساقعة. يعني تكوني انا حطيتها شوية في التلاجة علشان كنت سايباها بره، يا دوبك مسكت نفسها ورحت مطلعاها معاكم. دلوقتي بقى هنحط 4 بيضات. هنحط بيضة، يعني اول بيضاية هننزل بيها لحد ما تختفي ونضرب بالمضرب. تختفي نروح منزلين التانية، وادي التانية هننزلها، بس هسوي كده الجوانب علشان كله يندمج مع بعضه. ادي البيضاية التانية، وهنا رحت حاطه واحدة كمان. يعني انا حاطه 4 بيضات للكيلو دقيق، للكيلو بسكوت 4 بيضات. هنضرب بقى كده لحد ما البيض يختفي خالص، ما يبقاش ليه اي اثر. كمان لو عندك عجان هيطلع حلو جدا. حطيت كده البيضة الاخيرة، وهنحط بقى عليها 4 اكياس فانيليا. مش هتلاقي اي ريحة زفارة في قلب البسكوت خالص لو مشيتي بالمقادير اللي انا بقولك عليها دي. ونضرب بقى كويس جدا لحد ما قوامها كده يبقى كريم، يبقى حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين، ولو وصلت لحد هنا حط اللايك بتاعك يا قمر. خلاص كده الكمية تضاعفت معانا. جبت كيلو الا ربع من الدقيق، هنخله بالمنخل، يعني 750 جرام دقيق، عليهم نص كيلو زبدة، عليهم كوباية سكر، 4 بيضات، 4 اكياس فانيليا، وذرة ملح، ومعلقة ممسوحة بيكنج باودر. شايفين ما شاء الله. نخلته برضو زيادة تأكيد. انا جايبة الدقيق ده متعدد الاستخدامات، جايباه من عند العطار. وهنحط بقى كيس لبن نيدو. يا سلام، بيديله قرمشة كده ولون حلو جدا جدا، وكمان كده بيعزز الطعم. ومعايا هنا كيك شيف، حطيت منه معلقة صغيرة ممسوحة او ربع معلقة. ما تحطيش بيكنج باودر كتير علشان ما يضيعش رسمة البسكوت ويبوظ منك. هنا بقى الزبدة بالسكر بالبيض بالفانيليا اللي احنا ضربناها، هنزل عليها كده بالدقيق في بولة واسعة علشان اعرف اعجن. هشيل بقى المعلقة واتعامل بايديا. هجيب كده، بصوا يا جماعة، احنا ما بنعجنش البسكوت، بتلمي من بره لجوه، من بره لجوه، علشان البسكوت ما يعملش معاكي عرق والبسكوتة تعضم منك. تعضم منك يعني ايه؟ يعني لما تيجي تسقيها كده في قلب شاي تفضل البسكوتة زي ما هي، ما تشربش الشاي وتفضل جامدة. لكن احنا عايزينه دايب وطعمه يبقى حلو وزي المحلات بالظبط. بعجن من بره لجوه او من جوه لبره، المهم اللي انا بلم بس الدقيق كده وبدمج الزبدة بالبيض بكله مع الدقيق. شايفين ما شاء الله ريحته حلوة جدا جدا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
هي العجينة بتاعة الكيس بتبقى ملزقة شوية، لكن بتاعة المكنة لو هي بتاعة المكنة حط كمان يعني حط كيلو دقيق كامل على نص كيلو زبدة والاربع بيضات. ودي البلبلة اللي انا استخدمتها، المشط ده مش عليه اي رقم. وهنا ده كيس الحلواني، ده من جوه جلد ومن بره قماش. حطيت كده بقى فيه البلبلة وجبت كوباية علشان هحط العجينة. احط الكيس في قلب الكوباية كده عشان ما بهدلش الدنيا. وجبت قطعة عجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عجينة البسكوت بتاعة الكيس بتبقى ملزقة يا جماعة، ولازم تبقى معاكي طرية، لكن عجينة المكنة بتبقى ناشفة معاكي شوية. دلوقتي بقى هنجيب الصاج بتاعنا وننزل واحدة واحدة، تخلي اول المشط ثابت على الصاج، وبعد كده ترفعي البسكوتة وانتي بتدوسي على كيس الحلواني. وكمان ما تزوديش عجينة معاكي قوي علشان ما تعجنيش البسكوت وينشف معاكي. يعني حط شوية بشوية كده في قلب الكيس، والمسكة اللي تريحك اعمليها. المهم ان انتي تطلعي بسكوتة عدلة وتكون حلوة معاكي. شايفين ما شاء الله. انا شكلت معاكم شوية ودلوقتي هنحطهم في الفرن. انا بسوي في الميكرويف هم ما شاء الله، حاطه فوق وتحت. وهنا بقول لكم ان ما شاء الله، هنا دي كانت الكميه، كان كيلو الا ربع من الدقيق. ما شاء الله عمل لي الكميه دي كلها. لو رحت تشتريه من بره هتشتريه غالي جدا، بمكونات بسيطه وبلمسه ست البيت واسرار وتكات ست البيت طبعا لا يعلى عليها. ما شاء الله حلو جدا وقلب ريحه الشقه، وكانت ريحه بصراحه العيد وروايح العيد. متنسوش بقى يا رب تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو عجبكم الفيديو. وبحبكم في الله، ويا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم، واتمنى لكم كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.